تقارير إعلامية الساعات اللي فاتت إن نادي فالنسيا الأسباني هيتراجع عن التعاقد مع إليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي. خسارة كبيرة بصراحة، كنت أتمنى إن ديانج ياخد الخطوة دي، لاعب مجتهد جدا 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 وعمل موسم مع الأهلي مميز جدا جدا، وكان قلت حتى من بدري المفروض كان الأهلي يجدد له من بدري، لكن التقارير الأسبانية أكدت إن إليو ديانج فالنسيا الأسباني هيتراجع عن ضمه والأمور هتتوقف ما بين الناديين. سبحان الله، كان خلاص ديانج اتفق على كل حاجة مع نادي فالنسيا الأسباني، واللاعب خلاص كان هينضم في صفقة انتقال حر بداية الموسم الجديد. حتى الأهلي كان خلاص قفل باب المفاوضات ما بينه وما بين ديانج، خلاص إن اللعيب هينتقل لنادي فالنسيا الأسباني. السؤال دلوقتي هو ممكن خلاص إليو ديانج لاعب حر مش مرتبط بتعاقد مع اي نادي. ما علمته ان النادي الاهلي قرر تجديد المفاوضات مع إليو ديانج والابقاء على إليو ديانج. يعني موضوع فالنسيا ده جه للنادي الاهلي طوق النجاه، طوق النجاه. ليه؟ رقم واحد، اهميه ديانج مع النادي الاهلي دلوقتي. رقم اتنين، عشان تمشي ديانج وتجيب لعيب بديل ليه مشكله جامده جدا. هتجيب مين بديل الاهلي لحد دلوقتي بيعاني عشان يجيب مهاجم كويس اصلا، فهتمشي ديانج هيمشي، هتعاني عقبال ما تجيب لعيب وسط تاني في نفس امكانيات ديانج. سؤال كمان اللي كذا حد سأله من امبارح، هو الزمالك ممكن يتعاقد مع إليو دلوقتي؟ خلاص انت الزمالك من حقه يخش يخلص إليو ديانج، اللاعب حر. لما يعني هل الزمالك ممكن يجيب إليو ديانج ويوقع مع إليو ديانج؟ بص، رقم واحد، وانا قلت إليو ديانج وكيل إليو ديانج استاذ ممدوح عباس سبق وتواصل مع وكيل إليو ديانج في تجديده الاخير مع النادي الاهلي، وطلبه بشكل شخصي لانضمامه لنادي الزمالك، وكان هو اللي هيتحمل ويتكفل بعقده. وكيل إليو ديانج وقتها اعتذر للاستاذ ممدوح عباس وابلغه ان ديانج رغبته انه يكمل مع النادي الاهلي وان هو يفضل مع النادي الاهلي. هل السيناريو ممكن يتغير وديانج يمشي ويكون رغبته انه يروح زمالك او بيراميدز؟ خلي بالك ارتبط ديانج برضه ببيراميدز فتره من الفترات مع اقتراب انتهاء عقده. معلوماتي ان ديانج لو ما طلعش للاحتراف فبالنسبه له في مصر ان اللاعب هيكمل مع النادي الاهلي ويجدد مع النادي الاهلي لو ما طلعش للاحتراف بره. دي نقطه. النقطه الثانيه، الزمالك طبعا لا غبار على امكانيات ديانج. كل التركيز جوه نادي الزمالك دلوقتي ان انا اسدد مستحقات اللعيبه وان انا افك القيد، اسدد مستحقات اللعيبه وان انا افك القيد. هم دول الملفين اللي الزمالك شغال عليهم دلوقتي. يعني تيجي اي فلوس بالنسبه لي اسدد، افنش كل مستحقات اللعيبه تبقى 100% اللعيبه واخداها، وان انا احل مشكله القيد. دول رقم واحد واثنين وثلاثه لحد 10 بالنسبه للزمالك قبل ما افكر في اي حاجه جديده. وقلت لك اتقال كلام كتير الفتره اللي فاتت ان الاستاذ عمرو الجنايني والاستاذ ممدوح عباس قعدوا مع احمد يحيى وكيل احمد عبد القادر والاتفاق على ضم احمد عبد القادر. الكلام ده كله عاري تماما من الصحه وغير صحيح، ولم يتم عقد جلسه مع اي لاعب. كذلك عشان انت تخش في مفاوضات مع ديانج او وكيل ديانج او اي حاجه، لا طبعا انا عايز احل مشاكل الاول. الزمالك عليه 4 مليون ولسه في قضايا شغاله ممكن يزيد الحكم عليها. فقصه عشان هتسمع كلام كتير وديانج والزمالك ممكن يخش في ديانج. اديني جبت لك من ناحيه موقف ديانج ايه وموقف نادي الزمالك ايه. انا ما بتكلمش هنا من وجهه نظر ولا بتكلم رايي ايه. وقلت لك كمان موقف النادي الاهلي ايه. طوق النجاه جه للنادي الاهلي باللي حصل من جانب نادي فالنسيا الاسباني، لان النادي الاهلي بالنسبه له التارجت ان انا ابقى على ديانج. ولحد اخر لحظه الفتره اللي فاتت الاهلي كان داخل في مفاوضات مع إليو ديانج لتجديد عقده، وما قفلوش باب المفاوضات مع إليو ديانج الا لما خلاص الامور كانت انتهت ما بين اللاعب وما بين نادي فالنسيا الاسباني. يا راجل سبحان الله، ده اتقال كمان ان اللاعب عمل الكشف الطبي. يعني بص، كان كل الامور منتهيه. فالنسيا كان قدم عرض للنادي الاهلي في يناير يشتري إليو ديانج ب $500,000، والاهلي رفض رحيل ديانج لان الاهلي كان بالنسبه له ان انا محتاج ديانج الوقت ده جدا وعايز ديانج يكمل معايا جدا، وكان رافض فكره ان هو يمشي في التوقيت ده، ان الاهلي وسط الموسم عنده ماتشات الدوري، باقي ماتشات دوري ابطال افريقيا، وان انا صعب امشيك في التوقيت ده. هجيب مين مكانك كمان، خصوصا ان صفقه حامد حمدان ما تمتش للنادي الاهلي. فسبحان الله سبحان الله فعلا انت بتبقى ماشي في طريق ويعني والدنيا
ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك حاجه تاني وكاتب لك طريق تاني. وارد جدا 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 تلاقي الفتره اللي جايه اليو ديانج بيجدد للنادي الاهلي، واليو ديانج يكمل مع النادي الاهلي بعد ما الموضوع كان بعيد وبعد ما الموضوع كان اتقفل من جانب اللاعب.